السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أخف وأطرى وأجمل كيك ممكن تكليف حياتك بجد. يعني من كتر حلاوته بجد، يعني كل يوم ممكن تقومي تعمليه من حلاوته وجماله. ما شاء الله جميل جدا وطري جدا وهش. وبقى تغيير للفطار بقى اللي هو الكيك الشاي العادي أو الكيك الشاي اليومي يعني. تغيير بقى ممكن نعمله على الفطار، ممكن نعمله كسناكس كده في خلال اليوم. حاجة جميلة جدا، ونحط بقى الأولاد يروحوا ياكلوا منه او لما يمشوا يتسلوا عليه كده جعانين بقى، فنديلهم قطعة لحد ما الاكل يخلص وكده. جميل جدا وهش وطري بقى وطريقته سهلة وبسيطة، وهتعتمديها على طول ان شاء الله من حلاوتها ومن جمالها. يلا مع بعض نشوف المقادير. دلوقتي معايا بقى المقادير: كوباية سكر، ودي نص كوباية دقيق على تكملة يعني على الكوبايتين اللي معايا في الطبق. ومعايا كوباية حليب وكوباية نص كوباية زيت، معلقتين نشا وثلاث بيضات وكيس بيكنج باودر واكيد فانيليا للبيض عشان الزفار. تمام. هنستخدم النهارده بقى، مش هنستخدم مضرب كهربائي ولا اي حاجه، ممكن نستخدم المضرب اليدوي مكان الخلاط، مفيهاش اي مشكله عادي. هجيب شفشق الخلاط او الورق بتاع الخلاط ونحط فيه الثلاث بيضات، وبعد كده ننزل عليهم بالفانيليا. تمام. كسرت الثلاث بيضات اهو، وبعد كده اروح نازله عليهم بالفانيليا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل عليهم باللبن، يعني يعتبر هنزل بالمكونات السائلة كلها بإضافة للسكر. تمام. نزلت بالزيت كمان اهو. بعد كده دلوقتي هنزل بكوباية السكر بتاعتي. انا مستخدمة كوباية وربع مش كوباية. لو انت حابة الحلاوة بتاعت الكيك تكون خفيفة ممكن نستخدم كوباية، لو حابة تكون مسكرة نحط كوباية ونص، انما لو حابة تكون من اللي هي معتدلة هنحط كوباية وربع زي ما انا مستخدمة. السكر بتاعي بقى مظبوط وحلو جدا، ما فيهاش اي مشكلة. تمام. انا بقى ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط. بعد كده جبت بقى بولة فاضية ونضيفة خالص، ما ينفعش اي حاجة ولا نقطة مية ولا اي حاجة. زودت عليها المكونات الجافة اللي هي كوبايتين الدقيق، والمعلقتين النشا، وهحط عليها كيس البيكنج باودر. ممكن احط كيس بيكنج باودر عادي، ممكن احط كيس الكيك شيف ده او ده عادي، بس الكيك شيف بيبقى افضل شويه لان بيبقى فيه محسنات اكتر، بيبقى اللي هو يفضل اكتر. بس لو ما عندناش ممكن نستخدم البيكنج باودر عادي. بعد كده هحط رشه ملح، وهنزل بقى بالمكونات السائله على الخليط ده. تمام. هقلب الاول بس المكونات الجافه دي تقريبا مع بعضيها، وبعد كده هنزل بالمكونات السائله عليها وهبدا اخلط زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بالمكونات السائله وما نقعدش نقلب كتير، اللي هو في كذا اتجاه، نقلب في اتجاه واحد عشان كميه الهواء اللي دخلت في الخليط ما تنزلش مننا. يعني لما نيجي نقلب من اتجاه واحد. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميل جدا، بس انا حسيت ان هو سايل فعشان كده انا استخدمت كوبايتين ونص. فاحنا على حسب نوع الدقيق اللي عندنا، احنا ممكن ما ناخدش غير كوبايتين عادي، ممكن ناخد كوبايتين ونص، ممكن ناخد 3 كوبايات، بس هي المقادير المظبوطة كوبايتين ونص. هنزود، يبقى هنزود الدقيق لو ظبطت. تمام. تمام كده. احنا عندنا كوبايتين ونص من الدقيق على المكونات اللي معانا دي دلوقتي. انا بس بنزل بقية الخليط اللي في الخلاط، هي بقية المكونات يعني. هوريكي دلوقتي القوام اللي هو بتاع الخليط، هو سايل لسه محتاج كمية دقيق، فلازم يكون هو اخف، اتقل من كده شوية. هو كده يعتبر سايل، فانا عايزاه اخف من كده، اتقل من كده شوية. تمام. فهننزل بقى بكوباية، نص كوباية الدقيق اللي احنا حطيناها على جنب. تمام. هنزل اهو بالنص كوباية الدقيق برضو تدريجي، عشان ممكن ما استخدمهاش كلها زي ما قلت لكم برضو، ان هو من دقيق عن دقيق يفرق. يعني احنا هنحط كوبايتين ونص دقيق، نحط كوبايتين الاولانيين الاول، بعد كده لو احتاجنا تاني نزود من النص كوبايه. ممكن ما نستخدمش النص كوبايه كلها على فكره، ممكن نستخدم ربع كوبايه بس. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا ما استخدمتش فعلا غير ربع كوبايه، ربع كوبايه بس على الكوبايتين اللي انا استخدمتهم.
دلوقتي عندي صينية مقاس 26 او 28 زي ما تحبي ارتفاع الكيك معاكي عامل ازاي. انا دي عندي صينية على شكل ورد عادي، بس مقاسها 26. ممكن استخدمها في الصينية اللي هي الوسط المستطيلة بتاعت التلات صواني. ولو احنا عايزينها عالية ممكن نستخدمها عالية زي ما انتم شايفين كده. هنا بوريكم الكوباية دي انا ما خدتش غير هي حاجة بسيطة، يعني ممكن معلقة ولا معلقتين منها من نص كوباية كمان. تمام. دخلت الصينية بتاعتي على درجة حرارة 180. قعدت في الفرن لمدة 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة نخش نشقر عليها كده ونشوف هي استوت ولا لا. لو استوت احنا بنحط خلة سنان طبعا في النص، ونشوف السوا بتاعها عامل ازاي. لو استوت بنطلعها بقى او بنسيبها تاخد اللي هي نفتح الفرن وردة بسيطة كده، نخلي الفرن يطلع الحرارة اللي فيه عشان ما تهبطش او تطلع بره مرة واحدة، يعني تاخد الصدمة. فبنسيبها في الفرن 5 دقايق كده تاخد حرارة الجو، بعد كده نطلعها. لو لقيناها ما خدتش لون كويس من الوش اللي هو من فوق، يعني ممكن نشغلها على اخر 5 دقايق على الشواية تاخد لون بسيط. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. انا بقطعها بس المهم انها تتساب تبرد، ما تتقطعش وهي سخنه عشان ما تفرفطش زي ما انا فرفطت معايا كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طريه وجميله وهشه جدا، تحس انها قطنيه كده كانك ضربها بالمضرب الكهربائي بالظبط. جميله جدا وخفيفه بقى. وللفطار بقى مثلا زهقنا بقى من الاكل المعتاد، ممكن نعملها ونحطها نشربها جنب كوبايه شاي. ممكن كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه، اي حاجه. ممكن نديها لولادنا في المدرسة في ايام المدرسة يعني. ممكن نحطها على الفطار عادي. هي حاجة كتغيير يعني اللي هي تغيير عن المعتاد. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش الاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.